يا أصحاب الهاوي، أولا بعتذر عن تأخير الجزء التاني من القصة، وده للأسف لظروف صحية. ثانيا احنا مع ملحمة من الجزء التاني من بيت الرمال، ولو ما سمعتش الجزء الأول أو نسيته يبقى تروح تسمعه قبل ما تسمع الجزء التاني. ويلا بينا على جوه الصندوق. كان في ورقة قديمة لونها أصفر، عدى عليها زمن كبير من شكلها. مسكها مهاب وهو بيترعش وقرأ الكلمات اللي عليها بحبر أسود بهتان: ما دامت الأبواب مغلقة فالأسرار ستظل مدفونة، لكن من يحاول فتحها لن يخرج من هنا حيا. بص مهاب لخالد وندى وكأنهم عرفوا الحقيقة في نفس اللحظة مع بعض. البيت ده مش مكان مسكون، لأ، ده سجن متصمم عشان يحبس جواه روح أو أرواح معينة لسبب معين. لكن السؤال هنا، مين اللي قفل الأبواب دي من البداية؟ وبره البيت كان سيد لسه بيحاول يفتح الباب، لكن حاجة معينة خلته يقف عن اللي هو بيعمله. شاف على الرملة آثار رجلين قديمة لشخص، لكن دي مش بشكل عادي، كأنها آثار رجلين لواحد ماشي بالعكس، كأن حد ماشي من البيت بس بطريقة مش طبيعية. وقتها أدرك حاجة جوه دماغه، وفي نفس اللحظة حس بإيد باردة بتمسك كتفه. اتجمد فجأة في مكانه لما حس بالإيد دي على كتفه، بس بص ملقاش أي حد وراه، بس حس بنفس تقيل قريب من ودنه جدا وريحة عفن غريبة حواليه، لكنه مش شايف حاجة حواليه خالص. ومع ذلك فهو متأكد إن في حد واقف حواليه في قلب الضلمة. جوه البيت كان مهاب لسه ماسك في الورقة القديمة، لكن في حاجة تانية جوه الصندوق لفتت انتباهه. مفتاح لكنه مليان صدى، محدش استخدمه من زمن بعيد. بص لخالد وندى وقال بصوت واطي: لازم نعرف ايه الباب اللي بيتفتح بالمفتاح ده. لكن قبل ما يتحركوا سمعوا صوت خطوات جاية من الدور اللي فوقيهم، خطوات تقيلة غير منتظمة وكأن شخص بيجر رجليه بصعوبة. رفع خالد راسه وقبل ما ينطق بكلمة وقعت صورة قديمة من على الحيطة. لقطتها ندى بسرعة، ولما بصت فيها حست برعشة غريبة بدأت تمشي في جسمها. كانت الصورة فيها 4 أشخاص واقفين في البيت ده، لكن وشوشهم كانت ممسوحة تماما، كأن في حاجة قاصدة تخفي ملامحهم. وكمان مهاب لاحظ فيها شيء غريب، إن الصورة مش قديمة وبس، لأ، دي كمان متقطعة من جنب منهم. يعني كان في شخص خامس كان في الصورة ولكنه اتشال منها بالقصد. والغريب مش في كل ده، الأغرب الصورة دي أصلا ما كانتش على الحيطة من شوية. ما كانش في حل قدام التلاتة غير انهم يطلعوا لفوق السلالم يشوفوا ايه اللي بيحصل. السلالم كانت خشب وكانت بتطلع صوت مزعج جدا في كل خطوة، وكانوا كل ما يطلعوا الجو بيبرد شوية والهواء مليان بريحة عفن قديم. ولما وصلوا لفوق لقوا ممر ضيق فيه اكتر من باب مقفول. مهاب بص للمفتاح اللي في ايده وراح ناحية الباب الاول وحاول يفتحه لكنه ما اتفتحش، وحاول برضه مع الباب التاني وبرضه ما اتفتحش. لكن لما جرب في الباب التالت وقبل ما يحط المفتاح في الباب فتح لوحده ببطء شديد، كأن في حد مستنيهم جوه الأوضة. لما نوروا الأوضة لقوا سرير قديم ودولاب مفتوح نصه متكسر، وعلى الحيطة جملة محفورة بضوافر كأن حد كاتبها بضوافره: المفتاح الأخير في المرآة. بصت ندى حواليها لكن ما كانش فيه أي مراية في الأوضة، بس خالد انتبه لحاجة غريبة: الجدار اللي قدامه كان متغطي بطبقة غبار تقيلة، تحته حاجة بتلمع شبه الإزاز المموه. الجدار نفسه هو المراية دي، قالها خالد بس بصوت واطي شوية. في اللحظة دي لما قرب مهاب من الحيطة ولمس الغبار ده، حاجة اتحركت جواه وظهر انعكاس على الحيطة، بس انعكاس مش بتاعهم. رجع مهاب في ساعتها لورا لما بقى انعكاس المراية مش وشه، وما كانش وش اي حد موجود في الأوضة،
كان شخص طويل ولابس ملابس قديمة، ومكان عينيه مجوف فاضي كأنه ميت من زمن بعيد. قرب خالد بحذر وهو بيدقق في المراية، ثم لاحظ حاجة تاني. الشخص اللي في المراية مش منعكس في نفس أماكنهم، وما كانش واقف قدامهم، لأ ده كان وراهم بالظبط. لف خالد بسرعة يشوف مين اللي ورا، لكنه ملقاش أي حد. بص ندى لقاها مشدودة بتبص للمراية، تحس إنها شايفة حاجة محدش شايفها غيرها. فمهاب سألها بصوت مهزوز: انتي شايفة ايه؟ ما جاوبتش، ولكنها شاورت على حتة محددة في المراية. وساعتها بدأ الإزاز يتشقق ببطء، وكأن في حاجة طالعة من وراه لبره، وبعدها اتكسرت المراية لشظايا. الإزاز اتكسر في كل مكان وانتشر في الهواء قبل ما يختفي تماما كأن شيئا لم يكن. لكن ورا الجدار ظهر باب خشب قديم ما كانش موجود من ثواني، وفي حاجة واحدة بس عليه: مقبض نحاس صغير. مسك مهاب مقبض النحاس في ايديه، وحس بحرارة غريبة في ايديه، كأن المفتاح اللي هيفتح بيه الباب مش معدن، لا ده كائن حي بينبض بالحياة. وبص لندى وخالد وقال لهم بصوت متردد: ده المفتاح اللي بندور عليه، بس الباب ايه؟ في اللحظة دي صوت من تحت، صوت الأرض بتتضرب بقوة، ولفوا ناحية مصدر الصوت بسرعة، وبعدها سمعوا اللي يوقف الدم داخل العروق. سمعوا صوت بيقول: مهاب. صوت خشن خرج من حتة مفيهاش أي حد، خرج من العدم يعني. بينادي مهاب ببطء شديد، تحس إنه هو بيتكلم بيسحب روحه مع كل حرف. أما بره البيت كان سيد بيحاول يكسر الباب ويدخل، لكن حس فجأة بحاجة بتتحرك وراه. لف بسرعة، لكن المرة دي شاف آثار رجلين جديدة ظهرت على الرملة. لكن دي مش رجل بشرية خالص، دي كانت عريضة، تحسها رجل واحد ماشي على حجم رجلين، مش رجل واحدة، وصوابعه طويلة زي الوحوش، يعني ماشي حافي. رجع سيد خطوتين وسمع بعدها ضحكة هادية، لكنها برضو مش ضحكة بشر، دي كانت ضحكة أشبه بصوت مضغ حجارة بأسنان جامدة. جوه البيت قرر مهاب وندى وخالد ينزلوا تاني للدور اللي تحت، لكن قبل ما يوصلوا لأول سلمة كل الأنوار اللي في البيت اتطفت مرة واحدة، ثم اتفتح واحد من البيبان ببطء من غير ما حد يلمسه. الباب ده كان بيودي على طول للمخزن، المكان اللي شكل محدش دخله من زمن الزمن، لكن الليلة دي كان لازم حد يدخل. وقف التلاتة عند باب المخزن، قلبهم بيقول لهم ما تنزلوش، لكن عقلهم ما سابلهمش أي اختيارات. مهاب مسك المفتاح ودخله في القفل الموجود، والمفتاح كان تقيل بشكل مش طبيعي، تحس ان فيه مقاومة انه يفتح الباب. لكن لما دار المفتاح اتفتح تاني باب يودي للمخزن، وطلعت منه ريحة صعبة جدا، فعلا تحس انه ما اتفتحش من يجي 200 سنة تقريبا. نزلوا ببطء للمخزن، وكانت الأرضية مليانة بكمية تراب وغبار حوالي 10 سنتي ارتفاع، ده يأكد ان محدش دخله من فترة. لكن وسط الضلمة كان في حاجة واضحة، حاجة واحدة بس: نقوش غريبة على الجدران مكتوبة بلغة مش مفهومة بالنسبة لهم، لكن حسوا إحساس مرعب للحظة. وفي وسط المخزن كان في تابوت خشب قديم عليه نفس رموز الجدران، لكن لما قربوا منه الهواء بقى تقيل والتابوت اتفتح لوحده. جوه التابوت ما كانش فيه جثث، بس كان فيه كتاب جلد قديم، وصفحات منه متقطعة بشكل مظبوط جدا، كأن في حد عايز يخفي جزء منه. خالد مسك الكتاب، وقبل ما يبص فيه حس بصداع قوي جدا مسك دماغه، وحس ان في حاجة داخل ذاكرته بدأت تتحضر، كأن ذاكرته بترجع له حاجة هو نسيها. ندى كمان مسكت راسها وهي دايخة، ومهاب اتخض بعد ما شاف صورة قديمة الراجل مسن بين صفحات الكتاب. عينيه حادة ووشه هو عارفه كويس، وبعدها قال: ايه ده جدي كمال العشري. خالد وندى اتخضوا اول ما مهاب قال الاسم، وقالوا له: ايه ده احنا جدنا الرابع، احنا كمان اسمه كمال العشري. في وسط ذهول منهم هما التلاتة انهم طلعوا شايلين نفس الاسم الرابع لنفس الجد، وانهم تقريبا قرايب من نفس الدم. بدأت الرموز اللي على الجدران تتلون بلون احمر غامق، وبدأ يظهر ظل خفيف عند باب المخزن، بس مش لإنسان، لا، كائن غريب قرونه طويلة وعينيه سودة بالكامل.
لو عايز تتخيل المنظر غمض عينك وانت تتخيله. اتخض خالد جدا وقال بصوت بيترعش: احنا مش اول حد يدخل هنا، بس ممكن نكون اخر حد يخرج من هنا. خالد اللي ذاكرته دلوقتي فيها من حياة جده كمال كتير جدا، وعرف اكتر من اللي كان مفروض يعرفه. عرف ان جده كمال العشري كان عامل عهد مع الجن انه يعيش حياة مرفهة وانه ياخد حقه من الدنيا في كل حاجة، وان الجن ليه دين عنده يسدده كمال العشري من احفاده من الجيل الرابع، اللي هم مين؟ ايوه، مهاب وندى وخالد اللي واقفين دلوقتي قدام الظل. على الناحية التانية لسه سيد لحد دلوقتي بيحاول يدخل زي الاول، لكن المرة دي حس احساس مختلف شوية. البيت المرة دي مش بيرفض دخوله زي الاول. لما لمس الباب اتفتح فجأة، كأن البيت عايزه يشوف اللي هيحصل جوه دلوقتي. دخل البيت بخطوات بطيئة وهو بيراقب بحذر. بعدها لمح صورة قديمة مرمية على الأرض. نزل لقط الصورة دي، ولما دقق فيها شاف واحد ببدلة شكلها قديم شوية، وواحد تاني واقف جنبه شبهه جدا لكن بملابس بسيطة. بص في ظهر الورقة واتفزع من الاسم اللي شافه: كمال العشري وخادمه سيد جبران. اتخض بشكل مش طبيعي. سيد جبران ده اسم جده الرابع هو كمان، يعني ان جده كان من خدم كمال العشري في يوم من الايام. حس ان في حاجة غريبة اما تخص جده بتحصل او اما تخص صاحب البيت كمال العشري، لكن هو ما كانش عارف ايه اللي بيحصل. لكن غالبا مش هتخصه هو، لان البيت ما عملوش حاجة لحد دلوقتي برغم كل اللي كان بره. اما في المخزن بدأ الكيان ابو قرون يقرب من التلاتة، وبصوته الخشن بدأ يهمس: اخيرا الدين سوف يسدد. لما مسكوا الكتاب وصدعوا وعرفوا كل التفاصيل اللي حصلت، في ساعتها بدأت الجدران تتشقق والمكان بقى بينهار. صرخ مهاب: لازم نخرج حالا من هنا. لكن خالد فضل ماسك في الكتاب القديم وعينه بتقول حاجة غير كده. بيقول لهم لأ، لازم نكمل التعويذة، ما ينفعش نهرب ونجري. لكن هل في فرصة أصلا للخروج من البيت بعد اللي عمله جدهم؟ مش مسموح أبدا بالخروج لأي حد. ده اللي شافوه على الحيطة بينور. وقف التلاتة وسط المخزن بيحيط بيهم الكيان اللي عنده قرون كبيرة وتم تحريره من لحظات. الهوا بقى تقيل، تحس الحيطان بتنافسنا في الأكسجين بتاعنا، وتحس المكان كان نايم وصحي على حظنا الفقر احنا عشان ياخد اللي عايزه. دي قالها خالد بصوت قرفان. وبعدها رفع خالد الكتاب بإيد بتترعش وعينه بتتنقل بين الصفحات، وفي سطر واحد واضح قوي في نص الورقة كأنه مكتوب النهاردة. ندى فهمت الكلام في ساعتها وبرقت في مهاب وخالد وقالت بصوت مرعوب: مكتوم، لازم حد فينا يدفع الثمن. وده اللي مكتوب. وفي اللحظة دي الكيان قرب أكتر منهم، طلع أطول مما توقعوا، ووشه مفهوش ملامح، سواد بس طالع منه عيون كتير على قرنين بيتحركوا عمالين يراقبوا كل واحد فيهم في نفس الوقت. وفجأة نطق وقال: حان وقت الوفاء بالعهد. ما كانش فيه أي وقت للتفكير. وفجأة جسم ندى اترفع عن الأرض جامد، وكأن حاجة غير مرئية شالته لفوق. بدأت هي تصرخ من ناحيتها، لكن صوتها كان بيتسحب منها ببطء وكأن روحها بتتسحب معاها. خالد حاول يوصل لها، لكن في حاجة مش مرئية رميته بعيد عنها بعنف جامد على الأرض. وقع وما اتحركش تاني. وبص مهاب للكيان وقال بصوت مرعوب: سيبها وخدني أنا بدلها. لكن الكيان ولا كأنه سمع حاجة خالص. أصلا ندى كانت بتترعش وتحس إنها بتتضغط على بعضها كأنها بتتحول لمكعب صغير، ثم في لحظة اختفت تماما وما تبقاش منها إلا ظل محروق على الأرض. البيت ساعتها اتهز بعنف وكأن أول ضحية فوقت في البيت حاجة مرعبة أكتر وأكتر. بس ده ما كانش كافي للكيان. الكيان فضل في مكانه شايفهم بصمت، وبعد كده بدأ يلف ناحية خالد. وخالد مرعوب وبيتكلم بصوت مبحوح: ايه، مش كفاية خدت اللي انت عايزه؟ وبيرجع لورا. فجأة بدأ يصرخ
ويحس بألم مميت في صدره، وبدأ قلبه يقف عن النبض واحدة واحدة، وعينه بتبرق بشكل مش طبيعي. دخل سيد المخزن في ساعتها، لكنه اتجمد لما شاف المنظر ده. كانت واحدة منهم اختفت، اللي هي ندى، وخالد مرمي على الأرض جسمه متخشب كأن في كهرباء بتغذي مدينة كاملة مكهرباه، وعينه مفتوحة ومفيهاش أي حياة. ما تبقاش قدامه إلا مهاب واقف وسط كل ده وباصص للكيان اللي في الأوضة بعيون واسعة ومرعوبة، يعني مستني دوره. سيد ما استحملش وطلع يجري من المكان اللي هو فيه، وتوقع مهاب دوره، لكنه بدأ يحس بحاجة غريبة. الكيان كان ثابت مش بيتحرك ناحيته، بس بيراقبه بصمت. بعدها أدرك إن نوعا ما في حقيقة غريبة بالنسبة له. يمكن أنا الوحيد اللي فاضل، البيت مش هياخدني يعني. التعويذة اللي كانت في الورقة الصفراء كان فيها طرفين 2 بس للرسمة، معنى كده ان البيت كان محتاج 2 بس من نسل جدنا، 2 من الجيل الرابع. وبموت ندى وخالد يمكن تكون اللعنة اتحلت من على البيت والموضوع تقريبا خلص. طب ايه اللي خلى البيت يطلبنا احنا ال3؟ والغريب ان الصدف هي اللي جابتنا لحد هنا وخلتنا نعرف ان احنا ال3 قرايب، مع ان ما كانش حد فينا يعرف التاني. هو احنا جينا على موتنا وخلاص كده؟ وقدامه في لحظة بدأ الكيان ده يرجع ببطء لورا لحد ما اختفى في الضلمة، والبيت اتهز مرة أخيرة وبعد كده ثبات نهائي. مهاب ما كانش مصدق انه نجا، بص حواليه كتير، رماد متطاير في الجو اللي هي ندى، وخالد متخشب وبدون اي حركة، هو الوحيد اللي فضل موجود شايل اللعنة معاه للآخر. خرج من البيت دايخ ومش مصدق نفسه. لقى سيد في طريقه فسأله باستغراب: انت مين وازاي عايش؟ رد عليه بكل هدوء قال له: مالكش دعوة انا مين، انا اللي شفته جوه خلاني اطلع اجري، مع اني اصلا ما بخافش. مهاب بص وراه وبعدها بص لسيد وقال له بصوت واطي فاقد للحياة: انا اللي هحكي القصة دي وهفهمك، بس انا دلوقتي مش قادر اقف ومش شايف قدامي. وفقد بعدها الوعي تماما. بعد ايام من اللي حصل، قعد مهاب في اوضة مكتبه بيحاول يكتب كل حاجة حصلت في البيت. بيت الرمال ده الاسم اللي سماه ليه. كان لازم الناس تعرف القصة كاملة حقيقة ومثبتة في ورق، لكن ما كانش يعرف ان الموضوع لسه ما انتهاش. في اللحظة اللي خلص فيها الكتابة سمع صوت همس وراه، هو عارفه كويس وحافظه كويس قوي، صوت من الهوا بنفس الصوت اللي سمعه في البيت. سمعه بيقول له: الموضوع لسه مخلصش، دي بداية النهاية. لو سمعت لحد هنا فدي نهاية قصتنا. عرفوني في الكومنتات لو القصة عجبتكم او لأ، واستنوني في قصة جديدة الجمعة الجاية. سلام.